ولمن كان يعتقد أن هذا الدين هو ديننا نحن العرب فقط، ربما سيتفاجأ عند علمه أن من قاد عملية الدفاع عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ضد القوات الصليبية البرتغالية في ذلك الزمان كان عبارة عن تحالف إسلامي تكون من عدد من القوى الإسلامية. الخلافة العثمانية وهي قائدة ذلك التحالف، سلطنة أجران وهي سلطنة صومالية مسلمة كانت أراضيها تقع في جنوب دولة الصومال الحالية، سلطنة العدل وهي تمثل شمال الصومال الحالية وجيبوتي وإريتريا وجزء من أثيوبيا الحالية الحبشة، وسلطنة جوجرات الهندية مهمتها محاربة الغزاة الصليبيين البرتغاليين في شبه القارة الهندية. كل هذه القوى اجتمعت بهدف حماية الإسلام، وهذه هي روعة هذا الدين. جميع المسلمين دافعوا عن هذا الدين العظيم، لا فرق بين هندي وصومالي وإريتري وإثيوبي وتركي وعربي إلا بالتقوى والعمل الصالح. وحتى أبطال عمان الذين جاهدوا ضد الصليبيين والصفويين كان منهم أيضا أبطال عظام من قومية البلوش المجاهدة وأبطال من أصول أفريقية، كلهم تعاونوا مع إخوتهم العرب العمانيين لنصرة الإسلام والمسلمين. وما ضعف المسلمون في الآونة الأخيرة إلا لانتشار مرض العنصرية والقبلية بين بعض المسلمين. ويكفيك أن تعلم أن الصومال التي يعتقد البعض جهلا أنها دولة على هامش التاريخ كان لها دور كبير في الدفاع عن المسلمين وقبر محمد صلى الله عليه وسلم. فسلطان مملكة العدل المشاركة في ذلك التحالف الإسلامي الكبير وهو القائد الصومالي البطل أحمد بن إبراهيم الغازي. احفظ هذا الاسم جيدا، هذا البطل الصومالي كان القائد الإسلامي الذي انتصر على تحالف صليبي مكون من البرتغاليين وأباطرة الحبشة الصليبيين، وهو من قتل بيديه قائد الغزاة الصليبيين البرتغالي كريستوفر دي غاما ابن السفاح الصليبي فاسكو دي غاما الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. الحقيقة التي لا نعلمها أن لمسلمي الصومال وحتى مسلمي إريتريا وإثيوبيا تاريخ مجيد في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ولم يكونوا أبدا على هامش هذه الأمة كما يعتقد البعض.